يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل كده شوية عيش شامي حلوين قوي للسحور بتاع رمضان. حاجة كده بمنتهى الجمال والنظافة. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة انا جبت نص كيلو دقيق. مهم جدا ننخل اي نوع دقيق، اي دقيق بننخله لازم لازم لو بنعمل اي حاجة. انا هنا جبت دقيق للمخبوزات، خاص كده بالمخبوزات. عملت كده حفرة في النص كده في نص الدقيق. نزلت بربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقتين كبار زيت. بس كده. شفتوا مقادير في منتهى الجمال. هنزل هنا بقى بكوباية حليب او لبن. هبتدي اعجن. طبعا العجينة لسه محتاجة سوائل. ببتدي انزل واحدة واحدة، وبكمل بقى يعني الباقي بالمية. آه، في حدود اخدت معايا كوباية مية كمان. بس طبعا يعني تنزلوا واحدة واحدة لحد ما العجينة تبتدي تجمع معايا. كده اخدت معايا كوباية لبن وكوباية مية. مهم جدا العيش، مهم جدا جدا نعجن كويس بالشكل ده لحد ما تلم معايا. هنا بعد ما خلاص عجنتها كويس جدا بالشكل ده، هبتدي اسيبها بقى تخمر. لو في الشتاء طبعا بنسيبها فترة، يعني ساعة. في الصيف نص ساعة، ساعة الا ربع بتخمر على طول يعني. هنا ما شاء الله بعد ما خمرت وارتفعت بالشكل الجميل ده، شايفين ما شاء الله. هبتدي بقى اكورها كور على حسب انا عايزة حجم الرغيف صغير ولا كبير. انا عملته صغير بالشكل الجميل ده. هبتدي ارصهم كده جنب بعض. هبتدي بقى رشة دقيق صغيرة، ورشة من فوق حاجة بسيطة قوي عشان بس ما تلزقش معايا. انا معايا الاداء دي ممكن افرد بيها عادي العيش. حلوة قوي. افردوا سمك مش تخين بالشكل ده. هبتدي برضو اعمل كل العجينة بالمنظر ده. هبتدي افرد كله، وبرضو فردت بالنشابة بتاعتي. يعني لو عندك دي او عندك دي المتاح عندك اشتغلي بيه. رصتهم طبعا. هجيب اول رغيف انا عملته، الطاسة بتاعتي تكون سخنة، وببتدي انزل بالعيش بتاعي. وببتدي طبعا اقلب. ايديا لازم تكون فيه كده باستمرار عشان يبتدي ينفخ معايا. كانوا شوية عيش في منتهى الجمال بصراحة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وعمل كمية محترمة. شايفين ما شاء الله العيش نفخ وكان جميل قوي. بصوا من جوه مفرغ ما شاء الله ازاي. منتهى الجمال. انا بقى حشيته ايه شويه جرجير، وكان عندي بقى حته جبنه قريش حطيت عليها شويه بقدونس وشويه نعناع وشويه زعتر وشويه بابريكا وشويه شطه. كانت مديه طعم حلو قوي قوي في الحشوه. كان سندوتش رائع جميل جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. ان شاء الله انتظروني في وصفات تانية كتير. باي باي.